مساء الفل يا ولاد بلدي، يا رب تكونوا بخير ومصر كلها بخير. فساد في العالم كله مش في مصر بس هنا دي اختيار لينا، يا اما نواجه الفساد ونشاور عليه ونشوف المشكله ونحاول نحلها، يا ندفن راسنا في الرمل زي النعام. احنا ما تعودناش على كده. المصري دايما ما بيخافش، المصري دايما عايز الخير لبلده. بس زي ما في مصريين عايزين الخير للبلد، برضو في مصريين عايزة تهدم البلد. اسمح لي اقول لك يا صديقي ان في مصريين بيتاجروا بارواح الناس، في مصريين بيتاجروا بمخدرات الناس، وده مش غريب علينا وده مش جديد علينا. بس مش الكل وحش، مش الكل كويس. النهارده نكمل كلامنا عن ازمه رغيف العيش ووزاره التموين او وزير التموين بصفته وشخصه. في الفيديو اللي فات كنا تناولنا سؤال مهم: هل اللي بيحصل ده والاسعار المبالغ فيها دي، هل هي تأثير من وزير التموين ولا فساد في منظومة التموين نفسها؟ سؤال سألناه الحلقة اللي فاتت وهنجاوب عليه في الحلقة دي. هنتكلم عن تورط الأجهزة الرقابية في الأزمة دي، وهنتكلم كمان عن النائب المتورط في ضرب بطايق التموين اللي كنا اتكلمنا عنها برضه في الحلقة اللي فاتت. احنا كمان هنعرض على حضراتكم تعليقات الناس اللي كانت على صفحة وزارة التموين والتجارة الخارجية. يا ترى التعليقات كانت ايه؟ كانت ايجابيه ولا كانت سلبيه؟ وده اللي هيكشف لنا ملفات كتير من الفساد. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فانت خير. لك اول تعليق اللي هيكشف لنا ملف من ملفات الفساد، وهو كالتالي: يوجد مخبز في حاره ابراهيم شلبي ومخبز في حاره محمد بكري خلف سور المخابرات بحدائق القبه بالقاهره، بيجمعوا فيه البطايق اللي منها المواطنين وبيضربوها واصحابها مش موجودين، وياخدوا بيها العيش المضروب من البطايق دي بيوزعوه بره بمعرفتهم. ولما الناس كانت واقفه واستاءت من الموضوع فاشتكت لصاحب المخبز: انت ليه بتعمل كده؟ احنا واقفين عايزين عيش وانت بتودي عيش بره. قال لهم مالكوش دعوه، وقال لا ادبوا عليهم وقال لهم انا مسنود من النائب ايمن عثمان. فهنا الموضوع كبر، ده كده الموضوع مرتبط بنائب في البرلمان، نائب المفروض انه بيوصل صوتنا وبيدافع عن مشاكلنا، يطلع متورط في الموضوع بشكل مباشر. طب ده اول تعليق كشف لنا قضيه مهمه. نشوف تاني تعليق: واهالي مدينه مطوبس بكفر الشيخ بتشتكي برضه من نفس الموضوع، برضه البطايق المتجمعه للمواطنين، المواطنين بتسيبها في الفرن بتتضرب كلها وبتروح بطريقه غير شرعيه للمطاعم والمحلات اللي تستغلها استغلال مش كويس، بتاخدها تتربح من وراها بدون وجه حق. بيبقى العيش ده المفروض انه جاي من الدولة للمواطن، وخلي بالك يا صديقي من لفظ جاي من الدولة للمواطن، بس موظف فاسد اتدخل في نص الموضوع وحول اتجاهه من مستحق لغير مستحق. المفروض بدل ما هو يروح لنا احنا يروح لاصحاب المطاعم. وهنا بصراحه يا صديقي انا مش عارف اعتب على مين، اعتب على الدوله ولا اعتب على موظف فاسد بيكرهنا في الدوله، بيكرهنا في بلدنا، بيحط ايده جوه كل جيب واحد فينا ويسرقنا، وفي الاخر نلوم على الدوله نفسها. هي فعلا برضه الحكومه ممكن تكون متورطه بشكل او باخر في الازمه دي، بس ممكن التورط يكون بسوء الاداره، وممكن يكون التورط باستغلال نفوذ لكسب مادي. ونيجي لتعليق اشد سخونه من كل اللي فات: بتوع التموين بيعدوا على المحلات والمخابز بياخدوا منهم شهريات من 1000 جنيه ل 1500 جنيه عشان ما يعملوش اي اجراء حاسم ضدهم. يعني معنى كده ان هم بيسلمونا تسليم اهالي لتجار السوق السوداء، بس احنا الضحايا في الموضوع ده. وللاسف يا صديقي ان الفساد باين، ومن كتر ما هو باين بقى واضح، والاجهزه الرقابيه طبعا مش هنقول في غفله، بس هي مستفيده بشكل او باخر من الازمه دي. يعني معنى كده ان صناعه الازمه منهم هم. فرن العيش صاحبه لو لقى ان في رقيب عليه، لو لقى ان في حساب، لو لقى ان في عقاب رادع مش هيعمل كده. بس هنا المسؤول هو اللي بيساعد صاحب فرن العيش او بيساعد تاجر السوق السوداء على استغلالنا. يعني يا صديقي حميها حراميها. يعني احنا يا صديقي صوتنا مش واصل للاجهزه الرقابيه، او حتى لو وصل مفيش اي اجراء حاسم بيتخذ ضد الناس دي. احنا نعمل ايه؟ الرئيس كان مكلف الناس دي ان هي تسهل الامور على المواطنين. واللي يزيد الطين بله يا صديقي ان الناس لما طلبت
الزيت التموين يكون كويس من وزير التموين، قال انتوا عايزين زيت بيور منعم، يعني بيتهمنا احنا بالبجاحه. طب يا صديقي انا مش عارف فين البجاحه في الموضوع، انا راجل مواطن بطالب بحقي ان انا اخد منتج كويس عشان ما ياثرش على صحتي بالسلب، اخد منتج كويس ان انا اقدر استفيد بيه. طب هو ايه اللي مزعله من حاجه زي كده؟ ده هو ده صميم شغله، ان هو الحفاظ على صحه المواطنين. هو لو قدم لنا منتج فاسد ده هيأثر علينا قد ايه؟ هو بياخد قبضه من الضرايب اللي احنا بندفعها. فهنا هو مش بيقوم بدوره ولا شايف دوره. فين دور الرقابه الاداريه على الموظفين دول؟ فين دور مباحث الاموال العامه على الوزير ده؟ فين دور رئيس الوزراء في محاربه الفساد؟ يا فندم احنا الضحيه. والاهم من كل ده، مين هيحاسب النائب ايمن عثمان؟ ولا هنسيبه يضر بابناء دايرته؟ الامر متروك ليكم ومتروك للمسؤولين، وهنتابع ان شاء الله كل جديد. واخر دعوه دعاها لمصر، ربنا يحفظنا من كل مسؤول فاسد. السلام عليكم.